مساء الخير عليكم حبايبي متابعين تكات وصفات دندونة. فاكرين لما نزلت بالفيديو وقلت لكم على موضوع الهاموش؟ قمت من النوم كان عندي طبعا موز، ولقيت طبعا الصاعق طبعا اللومط فيه اتحرقت، فكان عندي كمية هاموش لا حصر لها. فروحت عملت خلطة حلوة قوي، يا ريت تعملوها هتفيدكم جدا. بصوا الهاموش، بصوا كمية الهاموش، بصوا كمية الهاموش، بصوا عاملة ازاي. وبصراحة يعني لملي الهاموش كله. دي عبارة عن صابون، الصابون السائل بتاع المواعين، وحطيت عليه خل تفاح. هعيد تاني واكد، لازم خل تفاح. وحطيت حاجات بسيطة كده من العسل النحل اللي عندي، وقلبت كل الخلطة على بعضها. بصوا يعني ما كنتش عارفة بالظبط اعمل ايه. طبعا بيرسول، انا مش بحب ريحة البيرسول، وفي نفس الوقت الصاعق عندي يعني اللومة بتاعته اتحرقت، فطب هعمل ايه؟ فالهاموش ده كان مضايقني جدا. لما عملت كده لملي كل الهاموش اللي في قلب المطبخ عندي. بصوا 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 الكمية عاملة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت لو عجبتكم الفكرة تدعموني بلايك وشير، وتشتركوا في صفحات تكات وصفات دندونة. بحبكم في الله.